السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في مطبخ امير. مع وصفات سهله وبسيطه. ان شاء الله يعجبكم اليوم روتين مسائي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم، وان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم مربى القرع الاحمر مع الطعمسو، راهي وقتها. وقبل ما نبدا بوصفتنا نهار اليوم، نحب نشكر كامل اللي انضموا الي ونقول لهم شكرا بزاف، ولكن راهي ناقصه نسبه المشاهدات بزاف. ولي لايك، ما تنساوناش باللايك قبل ما تتفرجوا الفيديو. ديروا تعليق وديروا لايك. وهذه هي. اذا حبيباتي، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما كنت تشوفوا هذا السلق كان جابه لي الوالد، كنت نقيته ويعني وقلعت كحدك كامل اللي من لا يكونوا هكذا الوريقات هكا مدبالين وكامل، ودرته في الماء وخليته يعني الحشيه كامله. في الحشيه كي نوض تقهويت وكاع. غسلتها وتغسلتها مليح، وراح نقطعه ونخبيه. هنايا كنت راح ناكلو، عاود قلت والله غير نخبيه رمضان نحتاجو. يعني ديري هكذا لي كيش ولا لي سوفري ولا لي غراتا بالسلق يجي شباب. انا راح نقطع كيما راكم تشوفوا. راح نقلع هادو الاوراق، راح نقلع هادو الايدان، راح نقلع غير شويه كيما هادي القدبه. ما قلعت لهاش الايدان انه كانوا قلال، بصح في الثانيه راح نقلع النص. هذه هي حبيبي. حكولي يا درا كاش ما وجدتو رمضان، كاش ما درتو، كاش ما شريتو، كاش. انا والله كنت حابه نشري، عاود قلت لا لا مازال الحال حتى نخليه حتى يقرب ونشري شويه صوالح. يعني نشري حاجه غير اللي فيها الفايده. كما قلت لكم ما تشروش الحاجه اللي تخسر واللي ما تستحقاوهاش، شو الحاجه غير اللي تستحقاوها. راكو عارفين شهر رمضان ماشي للماكله والطياب وكامل، شهر رمضان للتوبه والمغفره، والشهر رمضان لقراءه القران والصدقات وكامل. وهذه هي. لازم شي قاع النهار 30 يوم وانتي واقفه في الكوزينه لا طياب، وتخلي لقرانك وتخلي صلاتك وتخلي. بعدين كيما شفتوا راح نقطع كامل كيما هكذا. وهنا انا نقول لكم كي تبغوا تدسيه في الكونجيلاتور ما تفوريهش، غير قطعيه ودسيه. ديريه في لي ساشي ودسيه. بهذا الشكل نقطعوه. وهذا هو. وما لازمش نكتروا الشقا راه كل يوم، والميناج راه كل يوم، والغسيل راه كل يوم. يعني كل يوم كيف اللي تخدميه اليوم تعاوديه غدوه. لهذا تهلاو في صحتكم، والله العظيم الصحه كي تروح خلاص ما يبقى لكم والو. وهذه هي حباباتي. ان شاء الله كامل تكونوا بصحه جيده يا ربي، وان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحه والراحه يا ربي. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، امين يا رب العالمين. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اذا حبيبتي هنا بعد ما كملت تقطيع تاع السلق راح نخبيه في لي ساشي كيما هكا. نديرها في لي ساشي ونخبيه. انا نحب ندس في لي ساشي لانه ما يدوش البلاص في الكونجيلاتور. كما كنت تشوفوا هذه تاني حاجه خبيتها لشهر رمضان. كنت خبيت الطوماطيش ودروك خبيت هذه شويه تاع السلق. قلت هكذا كل خطره نخبي حاجه اللي يعني اللي ما تكونش كاينه، يعني اللي تنقطع في شهر رمضان. يعني كيما واحد يجيبه لك ويقلعه لك بيده، ماشي كيما اللي تشريه. ما تحصيش هذاك اللي مشري، ما تحصيش كاع من جاي. هذا انا نحب واحد كيما هكا الوالد تاعي ولا يكونوا كونفيونس ناكل انا هذا الشيء الخبيزه ولا هذا السلق ولا. اذا هنا بعد ما قطعته وكملته قلت كانت عندي هذا الكابويه، قلت علاش من يعني هذا القرع الاحمر، قلت علاش ما نديرش كونفيتور خير ما تخسر. هنا غسلتها مليح كما كنت تشوفوا راني نغسل فيها. غسلتها مليح بالحبيله وشللتها مليح هكذا تكون فيها كاش حاجه ولا. وهنا جبت الطامسون تاعي، وهنا راح نبدا نقطع فيها
كيما كنت تشوفوا. انا كنت باغي نديرها بحدة البطاطا لكن ما حبيتش. من بعد جبت خدمي بقيت نقشر فيها، راح نقشرها كامل. هي صعيبه بزاف في التقشير. كيما نقشروها كامل ونقطعوها بهذا الشكل. قشروها كامل كما قلت لكم، ولازم تغسليها مليح كما قلت لك اختي الفاضله، لازم تغسليها مليح. وهنا راح نقطعها الى دوائر هكذا، من بعد نقطع هذوك الدوائر الى قطع مربعات بهذا الشكل راح تشوفوا معايا. هكا كيما هكذا نقطعها على هذا الشكل، نديرها في هذاك الغيسبيون ونزيد نقطع النص. راح نزيد نص، وهذاك النص اللي بقى راح تشوفوا راح نغسله وراح نقطع كذلك، وراح نخبيه في ساشي ونخليه هكذا. كي نبغي ندير الحريره ولا ندير هكا قطعه منها، راح نديرها كامل مربى كما قلت لكم، نقطعها كامل كما هكذا بهذا الشكل. اذا كان فيها هذيك الزريعه كامل تلعيها. انا في هادو الاولى ما فيهمش الزريعه، لكن في الاخر في الراس الاخير فيه الزريعه. كما قلت لكم حبيباتي نقطعها على هذا الشكل، وهذا القطعه الاخيره فيها الزريعه راح تشوفوا. هذه هي اللي قلت لكم راح نقلع على هذيك الزريعه كامل ونشللها ونقطعها ونديرها في ساشي ونخبيها ندير بها الحريره. يعني راح ندس غير شويه شويه، ماشي حتى من بعد صوالح كي يكثروا في الكونجيلاتير يخسروا، باش ندس بزاف. كما كنت تشوفوا راه نقيها، هي فيها ديك الزريعه وفيها دوك الخيطان بهذا الشكل، ونشللها. راح نشللها ونرجع معاكم. اذا حبيباتي هنا بعد ما شللتها وقلعت لها ديك الزريعه، شوفوا راح نقطعها كيما هكذا ونديرها في ساشي وندسها. قلت لكم كي نبغي ندير حريره ولا ندير هكذا مورسو مع البصل والطوماطيش، ومن بعد نطحن ولا تميكسي الحريره كل وحده كيما تحب طيابها. هذه هي حبيباتي درتها في ساشي ونخبيها. وهنا راح نروح هنا الطماطم راني غسلتها غير حبيت نعاود نشللها. راح كذلك نقطعها الى قطع ونزيدها مع هذيك القرع الاحمر. ان شاء الله هذا الفيديو ما يجيكوش طويل، ما حبيت نقطع والو باش تشوفوا كامل واش درت. كما قلت لكم راح ندير 2 حبات تاع طماطم وندير حبه تاع ليمون. الليمون ما راحش نكثر، راح ندير غير حبه ونقطع الطماطم بهذا الشكل. حبيباتي هنا درت 3 حبات ماشي 2، درت حبات 3 حبات تاع طماطم. وحلوه هذه الطماطم جايه بنينه كان وحلوه وما فيها لا علف لا والو، جايه مليحه. وهنا عندي هذه حبه تاع الليمونه تاني غسلتها وراح نقطعها، لكن هذه ما راحش نديرها الليمونه بقشورها، راح نقلها، راح ندير غير اللب كيما هكا نقطعه كذلك ونزيدها مع هذيك القرع ومع هذيك الطماطم. بهذا الشكل حبيبتي. وانا دائما نحب نقي البلاصه اللي نكون نخدم فيها، ما نحبش نخدم في حاجه يعني هكذا مسخه ولا فيها رحمكم الله، نبغي هكذا نقي ونخدم في النقه. اذا كما كنت تشوفوا هنا هذه القرعه اللي قلت لكم عليها راح نخبيها، وهي هنايا بعد ما قطعت هذيك القرعه والطامسه والليمون. وهنايا جبت كيلو تاع السكر، ها هو وينه.
راح ندير كيلو تاع السكر في هذيك اللي درتها، ونخلي منها من الكيلو خلي قد 2 مغارف راح تشوفوا بهذا الشكل. وراح نجيب بابي سلفيليزي، يعني هذاك الورق الشفاف، ونغلف بهذا الغيسبيون تاعي ونخليها تبات ليله كامله. انا هنايا ما طيبتهش بالماء، خليته راح يطيب في ماء، يعني خليته ليله كامله، غطيته كيما هكا وزدت غطيته بطرشونه وخليته الغدوه. من داك الصباح كي نوض تشوفوها وليكم مطلق الماء، ما راح نزيده لا ما لا والو، راح نطيبه هكذا بهذا الشكل. راح نجيب هنا كيكوطه ثقيله تاع اينوكس، راح نطيب فيها، نفرغ كامل هذيك الكميه اللي كنت درتها ونديره فوق النار ونخليه يطيب. وهنا حبيباتي بعد ما طاب وبدا يغلي، بقى يخرج فيه هذوك الزبد هذوك هكذا، هذوك فوقان هذاك هذا داير كيما هكذا هذاك الزبد، بديت نحي فيه ما نخليش، كل ما يطبخ بقيت نحيه حتى تنحى كامل. من بعد كي حسيت به طاب نقصت له الغاز وخليته يطيب في خاطره. وهنايا هاوليكم بعد ما طاب جبت الميكسر وبقيت نميكسي فيه. وهنا اذا حبيتي يجيك خفيف زيدي له 2 تاع الماء، ديري له ضيفي له 2 كيسان تاع الماء. واذا بغيتي يجي كيما تاعي انا خليه يطيب غير في ماء، انا ما نحبهاش خفيف بزاف، نحبها شويه ثقيل. صدقوني جا شباب وبنت شابه وجات فيه بنات هذيك الحموضه تاع التشينو كامل. هاي ليكم شوفوا، وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم. اذا حبيباتي ما بقى لي الان غير نودعكم ونقول لكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا بالجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم، الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات جديده.